صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفوني امتى. شايفين البيتزا القمر اللي قدامنا دي؟ أيوه هي دي، يلا بينا نعمل زيها بالظبط. عندي كوباية هحط فيها كيس من الخميرة الفورية ونص معلقة من السكر، وهحط لهم يدوب ربع كوباية من المية الفترة، هغطيها واركنها على جنب. عندي هنا 400 جرام من الدقيق. تمام، هديهم رشة من الزعتر، حوالي نص معلقة صغيرة من الزعتر كده. تمام، تمام. والملح حسب الرغبة، بس يفضل رشة صغيرة، وكوباية من الزبادي، ويدوب طرف المعلقة سكر. تمام. هقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا لحد ما احس ان هما كلهم امتزجوا مع بعض. ومعايا هنا ربع فنجان من زيت الزيتون، هنزل بالتدريج شوية بشوية. وهنا عندي الخميرة بتاعتي اختبرتها وطلعت تمام الحمد لله، هنزل بالكمية كلها وهقلب. تمام، وهبدأ أحط المَيّة شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا. أول ما أحس إن هي لمِّت كده تمام، هاخدمها في العجن كويس جدًا، مش أقل من 10 دقايق في العجن، سواء على إيدي أو في الكبة أو بأي طريقة يعني، بس أهم حاجة تبقى 10 دقايق لحد ما أتأكد إن العجينة لمِّت معايا وبقى فيها مَطّة خفيفة. المَطّة الخفيفة دي سر من أسرار نجاح عجينة البيتزا. شايفين العجينة طرية جدًا، جدًا وزي القطن بالضبط. تمام، هلمها واحطها في طبق واغطيها بكيس واسيبها على الاقل ترتاح ساعة. تمام، تمام. هسيبها ترتاح ساعة او احطها في مكان مغلق، يفضل لو فرن البوتاجاز، وهقفل عليها. نخش هنا بقى على تحضير الصلصة. عندي مكعب كبير من الزبدة او السمنة او الزيت، عليهم نص معلقة من الثوم المفروم. واول الثوم ما يبدأ تطلع ريحته يبقى لونه ذهبي كده معايا، هانزل ب3 طماطميات مضروبين في الخلاط ومتصفيين كويس. وعندي البهارات بتاعتي عبارة عن رشة محترمة من الزعتر ربع معلقة، رشة من البصل البودر والثوم البودر، معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة. تمام، البابريكا رشة، ونص معلقة من المرقة الفورية، والملح طبعًا حسب الرغبة. والمرقة الفورية دي اختياري، سواء مرقة فورية أو جاهزة دي براحتك. أنا نسيت أحط الفلفل الأسود افتكرت بعد ما غطيت، رجعت حطيته تاني وحبيت أفكّركم بيه. هنا تمام، بعد ما الصلصة بتاعتي خلاص اتسبّكت وبقت جاهزة تمامًا، أنا عايزاها تبقى بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. خلاص العجينة بتاعتي برضه كانت خمرت تمام وبقت ممتازة. أنا 400 جرام دول عملوا معايا 3 صواني كبار. هابدأ بقى أوزعها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بإيدي، وطول ما أنا بفرد بلف الصينية معايا من تحت، هي بتتفرد بمنتهى السهولة، لأن أصلا العجينة قطنية وسهلة جدا، فمش شادة ومش متعبة. وعلشان أساوي طرفها هاجي بصباعيني كده، هبدأ أساوي الأطراف. وهنا عندي الطماطم والفلفل ل3 صواني، خدت مني 2 طماطم و2 فلفل. هابدأ بقى أحط الصلصة بتاعتي اللي أنا سبِّكتها على ال3 صواني. تمام، تمام. هابدأ أول حاجة أرُش الفلفل والطماطم بتاعتي، والtopping اللي أنتِ حابة تحطيهم بقى براحتك، دي حاجة اختيارية. هاحط الزيتون وأحط السجق والجبنة الشيدر والرومي والموتزاريلا بتاعتي، وهاخش على الفرن. دي تاني صينية نفس الكلام، ودي كانت جبن ففضّلت إن أنا أحط لها الجبنة الريكفورد، وجبنة شيدر ورومي برضه موتزاريلا وعلى الفرن. آخر صينية أنا عملتها mix كده ما بين وأنا بافضّل الجبن أول ما بتطلع أدّيها رشة من الأوريجانو لو موجود أو الزعتر، بجد بيبقى طعمه خطير مع الجبن. وطبعًا قدّمتها مع الcoleslaw. بجد، بجد أتمنى تجرّبوها، ودي كانت آخر صينية عملتها mix ما بين البيبروني والبسطرمة، وبجد عجبني الmix أوي. أتمنى تجرّبوها من قلبي وبألف هنا وشفا، وأضمن لكم إن هي ناجحة مليون في المِيّة. ميرسي، باي باي.